غوندوغان إلى برشلونة لموسمين مع خيار التمديد. واليماني يقول إن هذه البداية فقط بعد غوندوغان. نجم الإنتر يرفض العرض السعودي من أجل الانضمام لبرشلونة. برشلونة يرحب بعرض 10 ملايين لبيع غارسيا، والإنتر من أكثر المهتمين. برشلونة يريد بيع أمتيتي للنادي ليون بعد انتهاء إعارته. أهلا بكم بالنشرة الخاصة بالنادي الكتالوني. لو كنت من مشجعي برشلونة أو غيره، اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. الألماني إلكاي غوندوغان اجتاز الفحص الطبي من أجل التعاقد معه لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم واحد بشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو. وأشار اليماني مدير تعاقدات برشلونة أن هذه البداية، ويعد جماهير النادي بصفقات أخرى. وصرح رومانو المختص بأخبار التعاقدات أن برشلونة لن يعلن عن تعاقده اليوم، حيث سيتحدث أولا مع السيتي كنوع من أنواع الاحترام، مع العلم أن غوندوغان سينتقل مجانا للبارسا بنهاية هذا الشهر. الإيطالي بروزوفيتش ينتظر برشلونة من أجل التعاقد معه، حيث أنه رفض عرض النصر الذي قدم له ب17 مليون يورو، ولكنه يعطي الأولوية للتوقيع لنادي البلوغرانا، مع العلم أنه يعلم صعوبة برشلونة في تسجيل اللاعبين. الإنتر يريد العرض التبادلي مع برشلونة من أجل الحصول على كيسيه، الأمر الذي يرفضه برشلونة. إريك غارسيا يقترب من مغادرة برشلونة، وبرشلونة يرحب بعرض يبلغ حوالي 10 مليون يورو من قبل الفريق الإيطالي إنتر ميلان، وهنالك تكهنات حول الإعارة. ويعتبر غارسيا اللاعب المهمل في برشلونة، فإن الشاب يحمل علامة المغادرة. برشلونة يريد بيع أمتيتي قبل نهاية هذا الشهر الجاري، في ظل حرص النادي على رحيله للتخلص من راتبه، وهذا حسب صحيفة سبورت الكتالونية. هذا وسيكون وجهة اللاعب المقبلة هي أولمبيك ليون، ذلك بعد انتهاء إعارته لنادي ليتشي، والتي تألق خلالها، مما لفت عدد من الأندية للتعاقد معه.